نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. التصفيات ودي عملنا بوليفيتش الكرات العرضية عدت المنتخب تحت الأمريكية إنه بيلعب، ولكن يلعب مع المنتخب المشوار خلال الرحلة. المنتخب المتحدة الأمريكية كرة راحت على طول من جانب ماكيني، لكن السرعة في الدور نصف النهائي طبعا خلال هي فرصة كبيرة اللي كانت في الدقيقة الثانية. تمريرة كانت حلوة قوي، 11 مشاركة لكل منهما. فيات كان الحارس بايلو هو اللي بيلعب تحضر هذه المباراة. استراليا وكذلك أيضا كأس عالم للأندية ما بين ليفربول. يملك ثلاثي أمامي خطير الثلاثي النهارده. محاولة من جانب المنطلق بسماء كرة القدم بشكل رائع. اللاعب كودي جاكبو لاعب بي اس في اندهوفن وفلامينجو كان في 2000 لقوا نفسهم بالمساحة دايما بينطلق روبنسون. و15 او كاس جماهير اعداد كبيره جدا من الجماهير الامريكيه بس، وكذلك ايضا جاكبو قوي اللعبه في المساحات بليند، لكن وفي العمق الهجومي النهارده بيشرك اللاعب طبعا فيريرا مهاجم روبنسون خطير، لكن اتأخذ زي ريكارد وزي ما بيطلعوا المنتخبات الفئات العمرية سواء كاس عالم للناشئين في 2000. فتحت يا بلند، فتحت من بلند 10 مباريات اللي بيلعب بهدوء. ادي امامنا هنا الامواج اللي بتطلع في مدرجات وملاعب. الكرة عرضية خطيرة، لكن شوف بقى تلاتيتش الجنب اليمين ديست ومعاه تيموتي ويا اف سي دالاس اللي مسجل 18 هدف في يحاول انه يخلق مشاكل القدم في قطر الظاهرة. ديست هل ينجح بلند في ايقاف ديست؟ عمل حتى اللي الظهر. ادي الحوار ما بين الجريج ادي امامنا هنا محاولات. شوف التغطيه الدفاعيه تم مميز جدا. نجم نادي فالنسيا الاماميه بتشكل خطوره، وادي ممفيس خطوره بيلعبوا المنتخب الهولندي، المنتخب الاورنج، المنتخب البرتغالي. كام دقيقه 21 كره لاعب خفيش المستايا بنتحرك بشكل رائع. محاوله هنا والانطلاق. انا شفت تيموتي ويا وديست وتشوف يزيد مع يوفنتوس. كرة أمامية ادي لسه بنتكلم يعني وصل إلى النهائي في الهوية على الشخصية، لكن نجح بيرهالتر. لعب على فكرة في أنكاكاف اللي حققوها المتحدة الأمريكية و6 على المرمى وحاططها. وشوف بقى السبين ريت قد إيه. لفت تعليمات في محاولة الوصول. جانب ديست اللي بيحاول يمرر، ادي الجبهة اليمين ده بيحاول يلم اتنين في لعبة واحدة. لسه الانتظار، فين المساندة؟ عدى المرة دي والتسديدة من ممفيس من حوالي 14 متر فاصل. انطلاقة بين جانب لسه التعليمات. بيرهالتر يعمل على ماكيني، لكن دايما العمق كرول مع طبعا النجوم الكبار مع كوم. طريق ممفيس انه يسجل في الدقيقة 10 بعدها يروا في تشكيلة المنتخب الامامي. حتى الآن على طول الكرة العالية الخطيرة المنتخب مع ستام دايما أسماء كبيرة، لكن هنا ممفيس صاحب هدف اللقاء، عريس المباراة. ممفيس هدف اللقاء الوحيد. كرة بينية أمامية في اتجاه نحو التحقيق. على طول الكرات الثابتة. أحد أسلحة المنتخب الهولندي مميز في الكرات العالية وركلة. مباراة تفوقت فيها هولندا في رحلتها شبيهة بكرة الهدف، ولكن يا ولد المرة دي التغطية راحت الكرة هدمت من روبنسون وتطلع الكرة إلى خارج الملعب. تطلع كرة آلية وفي الحدة الهجومية اللي من خلالها سجل. ثانية لفت حلوة قوي الكرة الرأسية من آكي، لكن الدفاع الأمريكي يتعافى في المباراة. يشارك طبعا لأن منتخب ليبيريا لم يتأهل لكأس العالم، لكن يحقق حلم الوالد. عملت يا ولد المباراة بلا أي فوز، 5 تعادل و6 هزائم. وكرة اللي بيحاول ماكيني يعيد الكرة إلى داخل الملعب. حقق حلم والده. اتعاملت حلوة قوي. بص الكرة وشوف بقى هنا اتعاملت بشكل رائع.